يا أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لأي بزنس، وهو البيزنس بروسيس مانجمنت، أو زي ما بنقوله BPM. ببساطة كده ده العلم اللي بيحول أي فوضى في الشغل لنظام دقيق بيخلي الشركات تمشي زي الساعة. كلنا بنمر بالموقف ده، صح؟ لما مشروع يقف على إيميل أو موافقة تاخد أسابيع وهي المفروض تخلص في يومين. الإحساس ده بيبقى محبط جدا، وتحس إن في حاجة غلط بس مش قادر تحط إيدك عليها بالظبط. لكن الخبر الحلو بقى إن الفوضى دي ليها حل. في علم ومنهجية كاملة اتعملت مخصوص عشان تحول اللخبطة دي لخريطة طريق واضحة جدا، كل خطوة فيها معروفة ومحسوبة. يعني البي بي ام ده مش مجرد سوفت وير بنشتريه وخلاص. لا، دي طريقة تفكير كاملة بنبص بيها على كل حاجة بتحصل في الشغل. الهدف بسيط وواضح، نفهم الشغل بيتم ازاي بالظبط، نحلله، والأهم نفضل نحسن فيه بشكل مستمر. والعملية دي عبارة عن دايرة ما بتخلص. بنبدأ بالديزاين، نصمم العملية بتاعتنا، بعدين نعملها موديلنج يعني نرسمها عشان كلنا نبقى فاهمينها، بعد كده ننفذها execution، وطبعا لازم نراقبها بالأرقام monitoring، وبناء على المراقبة دي بنعمل optimization أو تحسين، ونرجع نعيد الدايرة دي تاني وتالت. التحسين المستمر هو أساس الموضوع. طيب، عشان نقدر ندير أي عملية بشكل فعال لازم كل الناس اللي شغال عليها تكون بتتكلم نفس اللغة. لازم يكون في طريقة موحدة الكل يفهمها من أول نظرة. وهنا بقى بيجي دور أهم أداة في عالم البي بي ام. ال BPM أو Business Process Model and Notation هي اللغة الرسم العالمية بتاعة البيزنس. تخيلوا كده إنها شوية أشكال ورموز بسيطة متفق عليها عالمياً، بتخلي مدير التسويق ومطور البرامج يبصوا على نفس الرسمة ويفهموا نفس الحاجة بالملي، مفيش أي مجال لسوء الفهم. ودي عبقرية الموضوع كله، لما الكل حرفياً الكل يبقى شايف نفس الخريطة ونفس الخطوات قدامه، الاجتماعات الطويلة اللي كلها سوء فهم بتختفي. خلاص كلنا بقينا على نفس الصفحة. تمام قوي. يلا بينا بقى ندخل في تفاصيل اللغة دي ونشوف بتتكون من إيه. هي في الحقيقة بسيطة جدا، مجرد شوية عناصر أساسية بنركبها مع بعض. أول حاجة عندنا هي الإيفنتس أو الأحداث، ودي بنرسمها على شكل دايرة. فكروا فيها كأنها الشرارة اللي بتبدأ العملية أو بتغير مسارها أو بتنهيها، زي مثلا استلام طلب جديد، ده حدث بداية، أو تم إغلاق التذكرة، ده حدث نهاية. تاني حاجة هي التاسكس أو المهام، ودي بتكون على شكل مستطيل بحواف دائرية. دي بقى ببساطة الشغلانة نفسها اللي بتتعمل في كل خطوة، زي مراجعة الطلب، إرسال فاتورة، الاتصال بالعميل، واضحة ومباشرة. ونيجي لأهم عنصر يمكن، وهو الجيت ويز أو البوابات، ودي شكلها بيكون معين أو دايموند. فكروا فيها كأنها مفترق طرق في العملية بتاعتنا. دي النقطة اللي بنقف عندها ونسأل طيب دلوقتي نروح يمين ولا شمال، بناء على شرط معين. عشان نفهمها أكتر، في نوعين مشهورين جدا من البوابات دي. أول نوع هو الإكسكلوسيف جيت واي، وده عامل زي ما تكون بتقرر هتطلب بيتزا ولا برجر، مستحيل تطلب الاتنين، هو اختيار واحد بس. أما النوع التاني البارل جيت واي، فده كأنك بتجهز السلطة وفي نفس الوقت بتسوي اللحمة على النار، الحاجتين بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت. طيب عشان الصورة تبقى كاملة، تعالوا نشوف إزاي كل العناصر دي بتشتغل مع بعض في مثال حقيقي كلنا عارفينه، وهو عملية تعيين موظف جديد في الشركة. القصة بتبدأ إزاي؟ بتبدأ بإيفنت، وهو استلام طلب توظيف، دي الشرارة. أول تاسك أو مهمة بعد كده إننا نراجع الطلب ده ونتأكد إن كل البيانات المطلوبة موجودة وكاملة. وهنا بنقابل أول جيت واي أو مفترق طرق. بنسأل سؤال بسيط، هل البيانات كاملة؟ لو الإجابة لأ، خلاص الطلب بترفض والعملية بتنتهي هنا. لكن لو الإجابة نعم، بنكمل في المسار التاني للمرحلة اللي بعدها. وهنا بقى بتظهر قوة الباراليل جيت واي اللي اتكلمنا عليها. بدل ما نعمل مقابلة الأول وبعدين نستنى النتيجة وبعدين نبدأ نعمل تحريات، لأ، إحنا ممكن نعمل الحاجتين دول في نفس الوقت بالظبط عشان نكسب وقت. دي هي الكفاءة بعينها. وطبعا العملية ذكية، بتستنى لحد ما المهمتين يخلصوا تماما، المقابلة والتحريات، وبعد ما الاتنين يخلصوا بس ساعتها بنقدر ناخد القرار النهائي بخصوص المتقدم من الوظيفة. وده بيورينا إزاي ممكن ندير الاعتمادية بين المهام المختلفة بشكل منظم جدا. طيب الزتونة من كل ده إيه؟ ليه أي بزنس سواء كان كبير أو صغير المفروض يهتم بالبي بي إم والبي بي إم إن؟ ببساطة شديدة، لما بنرسم خريطة واضحة للشغل بنقدر فوراً نشوف فين المشاكل وفين النقط اللي ممكن نحسنها.
ده بيترجم لوقت مهدر أقل، تكاليف أقل، وفي النهاية موظفين وعملاء مبسوطين أكتر. المعادلة بسيطة، الوضوح بيجيب كفاءة، والكفاءة بتجيب نجاح. وفي النهاية أحب أسيب كل واحد مع سؤال يفكر فيه. لو بصيت على شغلك دلوقتي، إيه أكتر عملية حاسس إنها معقدة أو بتعطل الدنيا أو محدش فاهمها كويس؟ تخيل لو العملية دي اترسم لها خريطة واضحة زي اللي شفناها النهاردة. مجرد التفكير في السؤال ده ممكن يكون أول خطوة لحل مشاكل كنا فاكرين إن ملهاش حل.